السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا تاني محاضرة في الجيناتكس. المحاضرة دي عندنا هنتكلم على واتس الجيناتيك ماتيريال. العلماء زمان كانوا محتارين إيه الجيناتيك ماتيريال؟ هل البروتين ولا النيوكليك أسيد؟ بس هما كانوا زمان بيرجحوا البروتين هو الجيناتيك ماتيريال. ليه؟ لأن البروتين التركيب بتاعه معقد، وكمان البروتين بيتكون من 20 أمينو أسيد 20 أمينو أسيد، بينما النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه لا، التركيب بتاعه بسيط جدا، وعباره عن 4 قواعد نيتروجينيه اللي هم الادينين، ثيامين، سيتوزين وجوانين. فقالوا ان البروتين هو الجيناتيك ماتيريال، التركيب بتاعه معقد وبيتكون من 20 امينو اسيد، فهو اللي بيحمل المعلومات الوراثيه. تمام؟ يبقى واتس جيناتيك ماتيريال. العلماء زمان كانوا مقتنعين ان البروتين، ليه؟ لان البروتين قالوا التركيب بتاعه كومبلكس ستراكشر، وكمان بيكمل كام امينو اسيد؟ من 20 امينو اسيد، 20 حمض اميني. بينما النيوكليك اسيد عندنا التركيب بتاعه بسيط جدا، هو عباره عن 4 قواعد نيتروجينيه اللي هم الادينين، الثيامين وسيتوزين وجوانين. طيب، عشان بقى نثبت ان الدي ان ايه هو الجيناتيك ماتيريال، 3 تجارب حسموا الموضوع. هنبدا عندنا باول تجربه جريث اكسبيرمنت سنه 1928. عمل إيه جريث؟ اول حاجه عملها جريث استخدم بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيومينيا. ايه هي البكتيريا دي؟ البكتيريا دي بتسبب مرض اسمه النيومينيا اللي هو الالتهاب الرئوي. يبقى اول حاجه عملها جريث استخدم بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيومينيا. دي بتسبب ايه؟ بتسبب الالتهاب الرئوي. طيب، ملحوظه كده بسيطه، انا ليه كاتب الاسم ده كده؟ ده اسم علمي، اسم لاتيني. اي اسم علمي لازم الاسم الجينس او الحرف فيه بيبقى كابيتال، واسم السبيشيز او الحرف بي يبقى سمول، ولازم نحط تحتيهم خط، يا اما نكتبهم ايتاليك. تمام؟ ده اسم علمي، ان شاء الله الكلام ده هنشرحه في المايكرو، بس لازم نعرف انا ليه كاتبها كده. تمام؟ يبقى اول حاجه عندنا اول تجربه جريث اكسبيرمنت سنه كام؟ 1928. عمل ايه؟ استخدم بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيومينيا. دي بتسبب مرض الالتهاب الرئوي. استخدم منها 2 سترينز، استخدم سلالتين من البكتيريا دي، اس سترين وار سترين. ايه الفرق بين الاثنين؟ اول حاجه عندنا الاس سترين. اس سترين جايه من سموث، يعني البكتيريا ناعمه بتسبب المرض. يبقى الاس سترين دي عباره عن سلاله من الستريبتوكوكس نيومينيا بتسبب المرض اللي هي باثوجينيك، بتسبب المرض اللي هو الايه؟ الالتهاب الرئوي. طب هي ليه سموث؟ هي سموث عشان عندها حاجه اسمها بولي ساكرايد كوت. تمام؟ يبقى الاس سترين بكتيريا هي اسمها ليه اس سترين؟ هي اسمها اس سترين عشان هي سموث، ناعمه. ليه؟ عشان حواليها حاجه اسمها بولي ساكرايد كوت. والاس سترين دي اللي بتسبب المرض، باثوجينيك، بتسبب الالتهاب الرئوي. طب الار سترين؟ ار سترين جايه من رف، خشنه، ما عندهاش البولي ساكرايد كوت، فبالتالي ما بتسببش المرض. يبقى الفرق بين الاس سترين والار سترين، قلنا الاس سترين دي سموث، ناعمه. طب هي ناعمه ليه؟ لان حواليها حاجه اسمها بولي ساكرايد كوت، ودي باثوجينيك، بتسبب المرض اللي هو الايه؟ الالتهاب الرئوي. بينما الار سترين لا، دي عباره عن ايه؟ دي بتبقى رف، خشنه، ما عندهاش نو بولي ساكرايد كوت، وهي ايه؟ نون باثوجينيك. تمام؟ ده كده اللي عملوا ايه؟ اللي استخدموا جريث. طب ايه بقى التجربه اللي عملها؟ التجربه اللي عملها ممتعه جدا. اول حاجه عندنا جاب الاس سترين اللي هي السموث اللي بتسبب المرض، عمل لها انجكت انتو مايس. ايه اللي حصل؟ الفئران ماتت. واول حاجه جاب الاس سترين اللي هي بتسبب مرض الالتهاب الرئوي، جابها وحقنها في الفئران. ايه اللي حصل؟ الفئران ماتت. ليه؟ لان الفئران جالها النيومينيا اللي هو الالتهاب الرئوي فماتت. تمام؟ دي كده اول خطوه عملها في التجربه بتاعته. طب تاني خطوه عندنا، تاني خطوه جاب الار سترين اللي هي الرف اللي ما بتسببش المرض، عمل لها انجكت انتو مايس. ايه اللي حصل؟ الفئران عاشت. تمام؟ يبقى تاني خطوه عندنا جاب الار سترين اللي هي الرف اللي هي النون باثوجينيك، عملها ايه؟ انجكت انتو مايس، حقنها في الفئران. الفئران ايه؟ الفئران عاشت، ما ماتتش. طيب، تالت ورابع خطوه هم دول الفيصل بتاع التجربه. تالت خطوه عندنا جاب هيت كيلد اس سترين. يعني ايه هيت كيلد اس سترين؟ يعني جاب الاس سترين، تمام، اللي هو بيسبب المرض الباثوجينيك، وقتلها بالحراره، عملها هيت كيلد، فبالتالي الفئران ما ماتتش. تمام؟ يبقى جاب الهيت كيلد اس سترين، عمل ايه؟ قتلها، قتل الاس سترين بالحراره، وعملها انجكت انتو مايس، حقنها في الفئران. ايه اللي حصل؟ الفئران عاشت. ليه؟ لان البكتيريا اس سترين مقتوله حراريا، فبالتالي هي ايه؟ هي نون باثوجينيك، مش هتسبب المرض. طب رابع
خطوه بقى؟ رابع خطوه جاب الهيت كيلد اسيسترين، جاب الاسيسترين المقتوله حراريا وخلط معاها، حط معاها الارسترين وعمل لها انجكت انتو مايس. ايه اللي حصل؟ الفئران ماتت. طب ليه؟ هو ما كانش فاهم ايه اللي حصل، بس قال كده تفسير اللي حصل. قال اللي حصل حاجه اسمها بكتيريال ترانسفورميشن. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عندنا الهيت كيلد اسيسترين اللي هي الاسيسترين مقتوله حراريا والارسترين. قال ان في حاجه اتنقلت من الهيت كيلد اسيسترين، اتنقلت الى الارسترين، خلت الارسترين ايه؟ خلتها باثوجينيك. ايه هي الحاجه دي؟ هو ما كانش يعرف ايه هي، فاداها اسم كده ترانسفورمينج برنسبل. قال ان في ترانسفورمينج برنسبل اتنقل من الهيت كيلد اسيسترين الى الارسترين، فحول الارسترين لايه؟ لخلاها باثوجينيك. فايه اللي حصل؟ الفئران ماتت. تمام؟ اخر خطوه تاني. يبقى كل اللي عمله جريث جاب الهيت كيلد اسيسترين، جاب الاسيسترين المقتوله حراريا وخلطها مع ارسترين. تمام؟ اللي حصل ان الفئران ماتت. طب الفئران ماتت ليه؟ لانه قال ان حصل حاجه اسمها بكتيريال ترانسفورميشن. جريث اكسبيرمنت بنقول برضه على التجربه دي اسمها بكتيريال ترانسفورميشن، اللي هي التحول البكتيري. يعني ايه التحول البكتيري؟ يعني اللي حصل ان البكتيريا اللي هي ارسترين اتحولت لاسيسترين. طب هي اتحولت ازاي؟ اتحولت ان في حاجه اتنقلت من الهيت كيلد اسيسترين، اتنقلت الى الارسترين، خلت الارسترين باثوجينيك، خلتها ايه؟ حولتها، عملت بكتيريا ترانسفورميشن. طب الحاجه دي هو كان عارفها؟ لا. فسماها ايه؟ سماها ترانسفورمينج برنسبل، ماده التحول. طيب قال ان في ترانسفورمينج برنسبل ترانسفيرد فروم هيت كيلد اسيسترين اللي هو الاسيسترين المقتوله حراريا الى الارسترين، فخلى الارسترين ايه؟ خلاها باثوجينيك، فبالتالي الفئران ماتت. طيب لغايه هنا وتجربه جريث وقفت. جه بعدها بفتره تاني تجربه عندنا لثلاث علماء، ايفري ماكلاود اند ماكارتي. دول عملوا ايه؟ سنه 1944. دول جابوا اخر خطوه من تجربه جريث عشان يحددوا ايه؟ يحددوا طبيعه الترانسفورمينج برنسبل. هم عايزين يعرفوا ايه اللي اتنقل، ايه اللي اتنقل من الهيت كيلد اسيسترين الى الارسترين، خلى الارسترين ايه؟ خلاها باثوجينيك. طيب فعملوا ايه؟ هم عايزين يحددوا بايوكيميكال نيتشر اوف ترانسفورمينج برنسبل. عملوا بالانزيمز. طيب المهم نفهم الحته دي. سافكس ايه؟ سافكس ايه؟ بص عندنا دلوقتي البروتين والدي ان اي والار ان اي. احنا دلوقتي لو جينا قلنا ايه؟ بروتييز، يبقى البروتييز ده اللي بيعمل ايه؟ بيعمل بريك داون للبروتين. طيب ار ان ايز ده بيعمل ايه؟ بريك داون للار ان اي. دي ان ايز ده الانزيم اللي بيعمل بريك داون لايه؟ للدي ان اي. تمام؟ يبقى هم عملوا بعض الانزيمز. بروتييز يعني ايه؟ يعني الانزيم ده بيعمل بريك داون للبروتين. طيب ار ان ايز يعني الانزيم ده بيعمل بريك داون للار ان اي. دي ان ايز يعني الانزيم ده بيعمل بريك داون لايه؟ للدي ان اي عن طريق ايه؟ اضافه السفكس ايز اللي هي النهايه دي اسمها اللاحقه، بتلحق بالكلمه فبتغير المعنى شويه. يبقى تاني، يبقى الانزيمز عندنا ثلاثه، استخدموا ثلاثه انزيمز. بروتييز ده بيعمل بريك داون للبروتين، ار ان ايز بيعمل بريك داون للار ان اي، دي ان ايز بيعمل بريك داون لايه؟ للدي ان اي. طب هم عملوا ايه بقى؟ اخر خطوه عندنا احنا قلنا ان في حاجه اتنقلت من الهيت كيلد اسيسترين الى الارسترين، حولت الارسترين لباثوجينيك، فبالتالي الفئران ماتت. طب هم عملوا ايه بقى؟ جابوا اخر خطوه دي، هم عايزين يحددوا الترانسفورمينج برنسبل، عايزين يعرفوا ايه اللي اتنقل من الهيت كيلد اسيسترين. طب فعملوا ايه؟ عملوا اول حاجه جابوا اول انبوبه، تمام، وعملوها بالبروتيز، وتاني انبوبه بالار ان ايز، وتالت انبوبه عندنا بالدي ان ايز. طب ايه اللي حصل؟ ساعه البروتيز حصل عادي بكتيريا ترانسفورميشن. يعني ايه بكتيريا ترانسفورميشن؟ يعني الماده اللي هي ترانسفورمينج برنسبل دي اتنقلت من الهيت كيلد اسيسترين للارسترين، فبالتالي البروتين مش الجيناتيك ماتيريال. ليه؟ لان حصل الترانسفورميشن. تمام، هنستخدم بروتيز ده اللي بيكسر البروتين، فلو البروتين اتكسر فبالتالي مش هيعمل ايه؟ مش هيعمل بكتيريا ترانسفورميشن لو هو الجيناتيك ماتيريال. طيب يبقى كده البروتين مش هو الجيناتيك ماتيريال، فهمناها ليه؟ طيب الدي ان ايز نفس الكلام، جابوا الدي ان ايز حطوه على اخر خطوه، حصل بكتيريا ترانسفورميشن. معنى كده ان الار ان اي مش هو الجيناتيك ماتيريال. ليه؟ لان حصل الترانسفورميشن عادي اهو. طيب كانت المفاجاه استخدموا الدي ان ايز، اللي حصل عمل بريك داون للدي ان اي، عمل ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ انهبت بكتيريا ترانسفورميشن. يعني ايه الحته دي؟ يعني هم لما جابوا الدي ان ايز اللي هو بيعمل ايه؟ بريك داون للدي ان اي، وحطوه على اخر خطوه اللي هي هيت كيلد اسيسترين بلس الارسترين، ايه اللي حصل؟ ما حصلش الكلام ده.
بيرسل ترانسفورميشن. الهيت كيلد ما فيش حاجه اتنقلت من الهيت كيلد اس سترين للار سترين. فهم قالوا ايه؟ قالوا ما دام الدي ان ايه عمل انهبت للبكتيريا ترانسفورميشن يعني الدي ان ايه هو الجيناتيك ماتيريال. دي التجربه بتاعت مين؟ افري، ماكلاود اند ماكارتي. ولكن التجربه دي بالرغم من النتائج اللي هي طلعتها تمام، ولكن العلماء رفضوها. قالوا برضه ما زال الامر ان البروتين، كانوا مقتنعين لسه ان البروتين هو الجيناتيك ماتيريال وليس النيوكليك اسيد. عشان كده نخش على ثالث تجربه عندنا، والتجربه الحاسمه بتاعت هيرشي اند تشيس. هنا ثالث تجربه عندنا ودي التجربه الحاسمه اللي اثبتت بالدليل القاطع ان الدي ان ايه هو الجيناتيك ماتيريال وليس البروتين. التجربه دي سنه 1952 عن طريق العالمين هيرشي اند تشيس. طب دول عملوا ايه؟ استخدموا حاجه اسمها تي 2 بكتيريوفيج. ايه هو البكتيريوفيج؟ البكتيريوفيج ده عباره عن فيروس انفكت بكتيريا، فيروس بيسيب البكتيريا. طيب يبقى هم استخدموا تي 2 بكتيريوفيج. هو عباره عن ايه؟ عباره عن فيروس انفكت بكتيريا. ده الاستراكشر البسيط بتاعه. هو بيتكون من حاجتين بسيطه، عباره عن الجيناتيك ماتيريال بتاعته، تمام؟ الجيناتيك ماتيريال، وعباره عن ايه؟ اللي بره ده بنسميه بروتين كود. بروتين كود اللي هو الكابسيد. طيب ده كده التي 2 بكتيريوفيج. طب والبكتيريا عندنا اللي هي الايكولاي اللي هي الاشيريشيا كولاي بكتيريا. طب هو بيعمل ايه الفيروس ده؟ كل اللي بيعمله الفيروس بيدخل مادته الوراثيه. هم دلوقتي مش عارفين، هم عايزين يثبتوا ان الدي ان هو بيدخل الدي ان وليس البروتين. الفيروس ده بيدخل مادته الوراثيه جوه البكتيريا. فيعمل ايه؟ ببساطه كده بيخلي البكتيريا دي مصنع ليه عشان يصنع فيروسات جديده. يبقى الفيروس بيستخدم البكتيريا كمصنع عشان يعمل ايه؟ يعمل فيروسز جديده. طب هو بيدخل ايه ليها؟ بيدخل مادته الوراثيه عشان يعمل الفيروسز الجديده. تمام تمام. طيب ده ايه؟ ده اللي بيحصل. فهم عملوا ايه؟ جابوا عندنا استخدموا عنصرين. هم دلوقتي عايزين يحددوا ايه اللي بيدخلوا البكتيريوفيج للبكتيريا. ايه الماده الوراثيه اللي بيدخلها للبكتيريا عشان يستخدمها كمصنع. تمام؟ هم مش عارفين هل الدي ان ولا البروتين. فهم عايزين يحددوا ايه اللي دخل بالظبط جوه البكتيريا. فعملوا ايه؟ استخدموا عنصرين، الفوسفورس والسلفر. اشمعنى الاثنين دول؟ اشمعنى الفوسفورس والسلفر؟ ليه مش اي عنصر تاني؟ قالوا لان الفوسفورس موجود في الاستراكشر بتاع الدي ان ايه، موجود في الدي ان ايه ومش موجود في البروتين. يبقى الدي ان ايه بيميزه الفوسفورس. ليه؟ لان الفوسفورس ده موجود في الاستراكشر بتاع الدي ان ايه ومش موجود فين؟ في البروتين. طيب مع البروتين استخدموا عنصر اسمه ايه؟ سلفر. تمام؟ ليه؟ لان السلفر موجود في الاستراكشر بتاع البروتين ومش موجود في الاستراكشر بتاع ايه؟ بتاع الدي ان ايه. يبقى تاني، يبقى هم استخدموا عنصرين، استخدموا الفوسفورس والسلفر. انا بسال ليه؟ ليه العنصرين دول؟ هم استخدموا الفوسفورس لان الفوسفورس موجود في الدي ان ايه ومش موجود في البروتين. واستخدموا السلفر لان السلفر موجود في الاستراكشر بتاع البروتين ومش موجود في الاستراكشر بتاع ايه؟ بتاع الدي ان ايه. طيب خدوا تو سامبل، خدوا عينتين من الفيروس، تو سامبل اوف تي 2 بكتيريوفيج. اول سامبل عندنا عملوها بالفوسفورس، ولكن ما استخدموش الفوسفورس في الحاله العاديه، ده استخدموا راديو اكتيف فوسفورس. يعني ايه؟ يعني استخدموا الفوسفورس في الحاله المشعه. المشعه. طب ليه ما استخدموه في الحاله المشعه؟ ده سؤال مهم. استخدموه في الحاله المشعه حتى يسهل رصده، عشان بعد ما يعملوا التجربه يقدروا ايه؟ يقدروا يشوفوا الفوسفورس. فهم استخدموا ايه؟ استخدموا الراديو اكتيف اللي هي العناصر المشعه، فوسفورس 32. طيب يبقى اول حاجه عندنا جابوا عينتين من التي 2 بكتيريوفيج. اول عينه عملوها بايه؟ بالفوسفورس، ولكن مش اي فوسفورس، ده راديو اكتيف. ليه راديو اكتيف؟ عشان يسهل رصده. طيب تاني عينه عندنا عملوها بايه؟ بالراديو اكتيف سلفر 35. ليه؟ ده عباره عن ايزوتوب اوف سلفر. فهمنا الحته دي. هم ليه استخدموا العناصر المشعه وليست المستقره؟ ليه؟ حتى يسهل رصدها. الحته دي مهمه. طيب بعد كده عملوا ايه؟ خلوا الفيروس allow to infect E. coli. جابوا بقى التو جروبس بتاع فيروسز. اول جروب عملوه بايه؟ عملوه بالفوسفورس المشع، وثاني جروب عملوه بالسلفر المشع، وخلوا الجروبين دول يسيبوا ايه؟ يسيبوا اي كولاي بكتيريا. كانت النتيجه ان اللي دخل جوه البكتيريا الدي ان ايه. طب هم عرفوا ازاي؟ عرفوا عن طريق الفوسفورس. وجدوا ان الفوسفورس الراديو اكتيف، راديو تبقى هنا، ان الراديو اكتيف فوسفورس اللي هو البي 32 هو اللي انتر ذا بكتيريا سيل. يعني ببساطه شديده وجدوا ان الدي ان ايه هو اللي دخل جوه البكتيريا سيل،
واستخدمها كمصنع عشان يعمل فيروسز جديده. فهم اثبتوا ايه؟ اثبتوا فعلا ان الدي ان ايه هو الجيناتيك ماتيريال. ازاي؟ عن طريق ان نقلوا الفوسفورس المشع جوه الخليه البكتيريه. طب ايه اللي فضل بره؟ اللي فضل بره هو السلفر المشع، البروتين اللي فضل بره، بينما اللي دخل هو الجيناتيك ماتيريال اللي هو ايه؟ الدي ان ايه. عرفوها ازاي؟ عرفوها عن طريق الفوسفورس المشع. تمام؟ تاني ببساطه كل اللي عملوا حاجه بسيطه جدا. جابوا تو جروبس من البكتيريوفيج، اول جروب حط عليه فوسفورس مشع اللي هو الفوسفور المشع، وتاني جروب حطوا عليه سلفر. اشمعنى العنصرين دول؟ قلنا ان الفوسفورس بيخش في تركيب الدي ان ايه ومش موجود في البروتين، بينما السلفر موجود في البروتين ومش موجود في الدي ان ايه. طب خدوا التو جروبس دول خلوهم يعملوا ايه؟ عملوا انفكشن بايكولاي، وجدوا ان الفوسفورس المشع هو اللي دخل جوه البكتيريا، هو اللي استخدم البكتيريا كمصنع عشان يعمل فيروس جديده. فبالتالي اثبتوا ان الدي ان ايه هو الجيناتيك ماتيريال، اثبتوا ان اللي بيدخلوا البكتيريوفيج جوه الايكولاي هو ايه؟ هو الدي ان ايه وليس البروتين. وهنا اثبتوا ان الدي ان ايه از جيناتيك ماتيريال. وكده خلصت عندنا الثلاث تجارب اللي اثبتوا فعلا ان الجيناتيك ماتيريال هو الدي ان ايه وليس البروتين. ده كان بالنسبه لمحاضره النهارده. ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على دي ان اي ستراكشر اللي هو تركيب الدي ان اي والاستراكشر بتاع الدي ان اي.